السلام عليكم. وعدت الحكومة بزيادة جديدة في الأجور خلال الأيام المقبلة ردًا على تدهور الأوضاع المعيشية للمغاربة نتيجة ارتفاع الأسعار. صرح يونس إسكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب بهذا الخصوص. وأكد سكوري في رده على سؤال من الحزب الحركي في البرلمان أن الحكومة ستقوم بزيادة أجور موظفي القطاع العمومي بعد زيادة 5% في الحد الأدنى للأجور و10% في القطاع الفلاحي. ومن المتوقع أن يطمئن تصريف الوزير سكوري المركزيات النقابية التي تدعو إلى تحسين ظروف شريلة وعموم الأجراء والموظفين من أجل مواجهة التضخم الذي أرخى بظلاله السلبية عن عدد من المواد الأساسية وأرق بال عدد من الأسر والعائلات المغربية التي اشتكت غلاء الأسعار.